أهلا بيكم معانا وحكاية جديدة من حكاوي هند التركي. أمثالنا الشعبية كتير وكل مثل وليه أصل وحكاية، والنهاردة هنتعرف مع بعض على أصل المثل الشعبي اللي بيقول سكتنا له دخل بحمار. يا ترى إيه حكاية المثل ده؟ أنا هقول لكم. زمان كان في عادة قديمة، لما كانوا أعيان وكبارات البلد في أي قرية يحبوا يتناقشوا في قرارات مصيرية، كانوا بيروحوا كلهم وبيتجمعوا قدام بيت واحد فيهم يتناقشوا ويحكوا ويتكلموا عن مشاكلهم وياخدوا قرارات مصيرية. وكان لازم أي حد يعدي عليهم وهم قاعدين، لو كان راكب وسيلة مواصلات أيا كان نوعها، سواء عربية أو حمار أو حتى عجلة، لازم ينزل من على وسيلة المواصلات دي ويرمي عليهم السلام ويستأذنهم بالمرور. وفي يوم وهم قاعدين وبيتناقشوا في قرارات مصيرية جدا، لقوا راجل عجوز معدي عليهم وهو راكب على حمار. فطبعا لما شافوه كده رأفة بيه وبحاله وبسنه الكبير، ما حبوش ان هم ينزلوه من على الحمار علشان ما يتعبوهوش، وقالوا له مفيش مشكلة ممكن تعدي. وكل يوم كان المشهد ده بيتكرر، ويوم ورا يوم ورا يوم، لحد ما في مرة وهم قاعدين وبيتكلموا مع بعض في مشاكل وحاجات مهمة جدا، لقوا الراجل ده دخل عليهم بالحمار اللي كان راكبه وقعد معاهم في المجلس. فطبعا كلهم لما شافوا كده بصوا لبعض وقالوا صحيح، ما احنا سكتنا له قام دخل بحماره. ومن ساعتها والمثل ده بيتقال على اي حد بيغلط وبيتمدى في الغلط. انا هند التركي ودي قناة حكاوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتي.